نقطتين كمان، ليه نقطتين موجودين في ورقتي بس مش بالنظام. ان حصل تطوير متواصل من اواخر الستينيات لتنظيم العمل الجامعي، وبالتالي وده له تاثير على المثقف. وهذا التنظيم للعمل الجامعي انتقل من وضع كان معقولا الى وضع اسوأ الى وضع اسوأ، ووصلنا الى وضع الجامعي اعتقد انه يمنع البحث العلمي ويمنع التفكير الثقافي. طبعا اقدر اخش بتفاصيل اكبر. الموضوع عالمي، الموضوع انا لا اتكلم عن الجامعات العربيه، يمكن الجامعات العربيه على رغم ما يقال وضعها احسن، او على الاقل لم يتظاهروا بالطريقه دي. انا مزودها شويه، دي استفزاز، بس هي انا بتكلم عن الموضوع العالمي. من ناحيه ثانيه في نفس الفكره، ان الاعلام بقى اهميته كبرت جدا، ودي كانت فرصه تاريخيه للمثقفين العرب. يعني انا كعربي لازم اقول ان دي كانت فرصه سمحت للمثقف ان يطرح تصوراته امام الجمهور، وانه يفلت من الدوله ومن المنبر الديني. وبس من ناحيه ثانيه علينا ان نقول ان منطق الخطاب الاعلامي، ولا احقر منه، ما هوش منطق الخطاب الاكاديمي، وان كونه هو اللي بيحسم، او الخطاب الثقافي كونه هو اللي بيحسم القضايا اللي فيها خير وفيها شر. انا شايفه خير، لان في الاخر المثقف اقول ازاي، للاسف الثقافه اصبحت بضاعه، والكويس ان الجمهور يقدر يقول رايه فيها، وده بيقول رايه بطريقه او باخرى عن طريق الاعلام. دي بقى الكلام اللي كنت عايز اقوله قبل ما اجيب سيره ورقتي، وهجيبها بسرعه مش هتبقى موجوده. الورقه بتاعتي ناقشت في الاول تعريفات المثقفين، ترجعت ما بين بندا وجرامشي. بندا تعريفه الافلاطوني للمثقف ان هو شخص بيبحث عن الحقيقه والعدل والعقل، وانه لازم ملوش لا ان العواطف الاخرى او العواطف بصفه عامه، سواء حب الوطن او الاصدقاء او الشباب، دي يجب الا تلعب دورا في طريقه كلامه. والمثقف العضوي هو مثقف طبعا هو تعريف جرامشي اكثر تعقيدا، بس بسرعه هو المثقف اللي بيتبنى قضيه، وان هو بيحاول ينتقل دائما من الحياه، نقول حياه التامل والتفكير، الى الحياه العمليه ببرامج سياسيه او ببرامج ثقافيه تنويريه. فانا اشتغلت على الجزئيه دي، وفي تعريفات اخرى للمثقفين منها واتكلمت فيها عن المثقف المعولم، ده شيء. ثم اتكلمت عن المثقف الفرد وعن المثقفين كجماعه. انا لفت نظري لاهميه التفرقه، ان مثلا اذاعه برلين لما تتكلم عن المفكرين الروس تناولهم فردا فردا تقريبا، وكان حكمه ايجابي. اي شخص بينظر كما الروس في القرن 19، اي شخص ينظر اليهم كمجموعه حكمه عامه بيبقى سلبي اكتر. فانا حاولت اشوف امشي بمنطق الانديفيدواليزم ميثودولوجيك، الفرديه المنهجيه، وضع المثقف الفرد واوضاع الجماعات. الوضع المثقف الفرد طبعا فيه جزئيات كثيره متعلقه باستراتيجيات او صراعات الصداره، وفكره ان الثقافه بقت سلعه، فعليه وان هو بقى في شق منه عامل، فعليه انه يسلم شغل في مواعيد محدده والا هيتنسي الى اخره. بس ده شغل ماركسي تقليدي. اللي حاولت اعمله هو كمان البحث في العواطف المحركه او الدوافع المثقف. وطبعا في دي عندنا قامه فكريه كبيره جدا اللي هي فرانسوا فيوري، وهو بس هو اشتغل اساسا على ان المثقف بيكره البورجوازيه. وانا مش متاكد ان الفرض ده صحيح فيما يتعلق بالعالم العربي، انما وقد يكون صحيح بس مش صحيح على اطلاقه زي ما بيقول فيوري. وان المثقف العربي عنده كمان مشكله اللي هو صراع مع المؤسسه الدينيه، ودي لاسباب ممكن نعود اليها. ده شيء. جان لوكا اللي هو استاذي هو عنده ثنائيه تانية، هو ماشي ان في مثقف بيحركه جزء نقول الحزن الممزوج، او الحزن لا الممزوج اسف، الحزن الممزوج بالحنين، بنوع من الحنين الى الماضي. هو بيحط فيهم مثلا فيوري نفسه، توكفيل،
اللي هو ناس ودول موجودين دلوقتي شاهدون لانهيار مجتمع او نظام اقليمي او نظام محلي او نظام دولي، ومتوجسين من الآتي، او لا يحبون ما يرون في المستقبل ويحاولون ان يتفهمونه. ده الميلانكولي من الاخر، اللي هي الحزن الممزوج بالحنين، ومن ناحيه ثانيه الغضب. هو طبعا الدكتور جان لوكا الكلام كلام شفوي، فرغم ان هو اشار اليه في مقال عن تشيكوف، هو بيقول الاشكاليه الشعور الثاني هو الغضب والضغينه والحقد، وهو بيحط الخانه السويه فيها. المشكله ان انا اعتقد انه لا، انه هو في فرق ما بين الغضب الذي يدمر ولا يبني والثوره. اي نعم الخيط رفيع بس الحدود واضحه. الغضب قد يكون بناء، يعني على عكس ما قاله في محادثه تليفونيه، لو كتب متهيألي هيشوف مشكله الدكتور جان. فانا اشتغلت على العواطف شويه، اشتغلت على اعاده في الورقه على دور تسليع كنا الثقافه اصبحت سريعه بتؤثر ازاي على الانتاج. الجماعات الثقافيه اظن مش هلحق اجيب سيره كبير، نقول ان كل جماعه وطنيه او كل جماعه ليها طقوسها، معاييرها، في صراعات ما بين اجنحتها المختلفه الى اخره الى اخره. وكنت بدي مثل الطقوس الجماعه الثقافيه الامريكيه لها تشترك مع فرنسا في وضع قوائم سوداء، بس في امريكا القوائم السوداء هي قوائم افكار، في فرنسا قوائم سوداء قوائم افكار واشخاص. وما اعرفش بالظبط، ممكن في مصر غالبا هي اقرب زي فرنسا تقريبا، علما ان كل فصيل له قوائمه السوداء. دي حاجه كنت اشتغلت فيها، حاولت اوري كمان ان في اوجه شبه، وانا كنت ازعم وما زلت ازعم ان بتكلم على مصر، انا اسف مش عن المثقف العربي، ان المثقف دراسه الاوضاع الثقافيه في مصر قد يكون في فايده ان احنا نبص حصل ايه في المانيا وروسيا بعد 1848. 1848 ده مد ثوري، بعديه في عوده الدوله بهيمنتها بهيبتها وبقمعها. وازاي المثقفين الروس والالمان تعاملوا مع دوله قمعيه عائده بعد مد ثوري، وبالتالي يمكن مبالغه في الرجعيه. الكلام ينطبق على روسيا اكثر من المانيا. المانيا كان في اصلاح، ده اظن موضوع مهم بالنسبه لي. فده شيء تاني عملته. في الاخر تعرضت سريعا، ما اعرفش لو عندي وقت، للروايات الكبرى المحافظه للمثقفين. ممكن نقول حد الشق الايجابي والشق الناقد او الرافض. الايجابي نقول انه في العصور الوسطى في فاضل لك دقيقه واحده. ماشي. نبتدي بالايجابي وبعدين السلبي بقى. بلاش السلبي خالص. هو ان العصور الوسطى الاوروبيه شهدت نقول انتقال في وقت ما. عصر النهضه الاوروبي هو في الاخر انتقال من تصور قائل ان المجتمع يجب ان يكون مرآة للشريعه ومؤسس عليها. وكانت المشكله ان علماء الدين وتلامذتهم عاجزون عن تحديد ماذا تقول الشريعه والاتفاق عليها. ثم ظهر من ناحيه لويس الثالث عشر وريشوليو، ومن ناحيه ثانيه توماس هوبس في نفس الوقت تقريبا، يعني اتفاق وستفاليا 1648، ليفياتان 1651 ونفس الفتره. وقالوا ان المجتمع يجب ان يؤسس على عقد اجتماعي وعلى العقل الى اخره. دي الروايه اللي هي الانتقال الى الحداثه. ساسكت. الروايه الناقضه للحداثه او لرفض تبعات الحداثه موجوده في الروايه. شكرا دكتور توفيق. واعطي الكلمه لاخر المتحدثين من المنصه الاستاذ حسام عتاني. اتفضل. شكرا سيد الرئيس. يعني انا على خلاف باقي الزملاء سالتزم بالورقه اللي كتبتها، ولكن ستكون
يعني ضمن الوقت. أن تكون مثقفا عربيا اليوم يعني أن تكون معطل القدرة على إيداء مهمتك التي تحمل صفتك بسببها، أي إنتاج الثقافة والمعرفة. يرتبط المثقف العربي من أجل البقاء بمجالين كبيرين هما التعليم والصحافة. أكثرية وازنة من المثقفين العرب، ما في إحصاءات إلا باستثناء عدد اللي عملته الأمم المتحدة بظن UNDP حول يعني توزع المثقفين العرب. عدد أكثرية وازنة من المثقفين العرب تعمل في مؤسسة تعليمية أو في وسيلة إعلامية، غالبا ما تكون ضمن الصحافة المكتوبة. ثمة مثقفون يتولون الإشراف على مؤسسات بحثية أو يشغلون مناصب فيها، لكنهم أقل عددا من المجموعتين المذكورتين. وكان هناك اسمان أو 3 أسماء يضرب فيها المثل على أنهم الوحيدون الذين يؤمنون دخلهم من إنتاجهم في مجالهم الإبداعي. وعلى ما هو معروف فإن مؤسسات التعليم العليا ووسائل الإعلام تخضع لسيطرة كاملة من الحكومات العربية، حتى تلك التي تعتبر نفسها مستقلة بسبب تداخل تمويلها مع المصادر الحكومية. ونقصد بالحكومية هنا بين مزدوجين: منظومة السلطات العربية المتنوعة المحتكرة للمال العام من موارده المختلفة، والتي تجمعه بين يديها وتنفقه على ما تراه مفيدا لها من دون مساءلة أو رقابة برلمانية أو إعلامية، ما دام الإعلام مطوعا سلفا في أكثر الأحوال. يعطي هذا المدخل أداة بسيطة لفهم العلاقة غير المتكافئة بين السلطات العربية كلها وعلى اختلافها وبين المثقف العربي. فهذا الأخير لا يستطيع الارتقاء إلى شرط وجوده الاستقلال ما دام ممسوكا أولا بمصدر رزقه، ثم خاضعا للرقابة متعددة المستويات الاجتماعية والسياسية. تحرم الظروف هذه التي خبرناها كلنا المثقف العربي من ماء الحرية، الشرط الشارط لأي إبداع ثقافي يستحق هذا الاسم، وتحوله إلى تابع يردد ما ترغب السلطات له أن يقول. نستعير هنا عنوان دراسة سبيفاك الشهيرة: هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ بمعنى أن يكون موجودا خارج تبعيته، سمته التعريفية في عالمنا العربي. الإجابة السريعة على هذا السؤال هي أن الالتفاف على الواقع وحوله هو أسلوب البقاء المتاح، فلا يبقى أمام المثقف العربي من أدوات لمعالجة واقعه غير التحايل على المنع والقمع القسرية والمخملية ليعبر عن هواجسه ويطرح أفكاره وأماله المباشرة التي تقل كثيرا عن دوره المفترض كصانع رأي ومعبرا عن مصالح فئات اجتماعية وسياسية. أي أنه يتكلم بمعنى ما حسب دراسة سبيفاك، لكنه يهرب تارة إلى التراث ليبحث عن التحرر الفكري عند المعتزلة وينصرهم بمفعول رجعي على الأشاعرة، ويغرق في تأملات إخوان الصفا وآراء أهل المدينة الفاضلة. وطورا هو يمجد المتنبي الذي رأى نفسه ندا للأمراء وهجى منهم من بخسه قيمته، فيتخيل المثقف العربي نفسه في موقع الشاعر الأمير الذي تحول صغائر الحياة دون تحقيق أحلامه. لكنه في كل هذا يراوغ واقعه الممتنع عن الاستسلام أمام أدوات المثقف المتقادمة والتي ثلمت الأحداث والسنين حدها. استعاد المثقف العربي المعتزلة ليحرر عقله، والمتنبي ليعلن حقه في الكرامة، والفارابي ليقول أنه مؤهل للإدلاء برأي في الشأن العام، وابن رشد ليفحم معه الغزالي، وابن عربي ليحلق في عالم مفتوح الآفاق والحدود. لكنه في كل ذلك كان يتصرف تصرف الطفل المعنف الذي يبحث في أبطال خياليين يخترعهم عمن ينتقم له ممن أذله في الواقع. كان الالتفات إلى الماضي الذي انقلب هاجسا ثقافيا عاما بين سبعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن العشرين علامة شديدة الخطر على إحباط المثقف العربي من مشاريع النهضة وإيديولوجيات التغيير الثوري القومية والماركسية والإسلامية.
ومن قابلية تحقيق تغيير حقيقي الآن وهنا. كان بحثا عن فردوس حضاري مفقود علق على العثور عليه الكثير من الآمال التي سرعان ما انهارت بدورها بعد اكتشاف ضراوة الواقع والبون الشاسع بينه وبين حقائقه من جهة، وبين إمكاني تغييره سواء في اتجاه الحداثة على الطريقة الأوروبية أو إحياء العهد الذهبي الإسلامي المتخيل من جهة ثانية. وليس سرا أن الإيديولوجيات هذه خدمت عندنا في المشرق على الأقل في التورية على الانقسامات المجتمعية وأمراض الهوية. فاستعارة إيديولوجيات وثقافة الحداثة الأوروبية في المشرق، وهي الاستعارة التي نفذها في غالب الأحيان مثقفون اعتقدوا بإمكان بناء اليوتوبيا الإيديولوجية من دون استكمال عناصر الحداثة التي يشكل تحرر المجتمع وظهور الشعب والتوافق العريض على وجود الدولة من أركانها الركيكين. المجتمع والشعب والدولة ليست أمورا مسلما بها على ما نشهد اليوم في العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وغيرها. هي منجزات نزعم أن المثقفين والسياسيين لم يولوها حقها من العناية في خضم العواصف التي ضربت منطقتنا منذ مطلع القرن العشرين ولم تزل، وهذا حديث شرحه يطول. من جانب آخر، قايد كثيرون من المثقفين العرب قصيدة المديح أمام السلطان وما تعنيه من مكانة وحماية وعيش رغيد بمهمتهم الأساس في استنباط مفاهيم جديدة وسبر أغوار الحقيقة. يرمى المثقف العربي الرافض للاندراج في النوع المذكور من المقايضات بالتهميش والنسيان والغفلة. فإلى جانب المعاناة الفردية التي يعيشها المثقف المتمرد على قوانين السلطة وسوقها، غالبا ما يجد الكاتب العربي نفسه كمن يصرخ في البرية ولا يجيبه حتى الصدى. سمت كتابات عربية منشورة منذ عقود وقد تخدم كأسس صلبة في أي مشروع تجديدي ثقافي وسياسي وديني، لكنها محاصرة بالتجاهل والتعتيم، وهذا من الأسلحة الماضية في أيدي السلطات على اختلافها وفي صراع السلطات مع المجتمع ومن يحمل قضاياه من المثقفين في سياق بحث السلطات عن الأبد والاستقرار. هنا لابد من التساؤل عن الهدف من التجديد سواء في الخطاب الديني أو في الخطاب السياسي العام. لا نستطيع إنكار السببية عن المطالبة بالتجديد والنهضة والتحديث على الصعيد الفكرية والثقافية، حيث يلح الواقع الرديء على البحث عن مخرج ما للمأزق المتنوعة التي نعيش. لكننا بالقدر ذاته لا نستطيع إلا أن نتحفظ على غياب التحديد الصريح للغاية من التجديد. شو هدف التجديد؟ نحكي عن تجديد الخطاب الديني، تجديد الثقافة، شو المطلوب فلا معنى لتجديد يرمي إلى تحسين موقع الهيمنة التي تمارسها السلطة على المجتمع. لا معنى لنقد خطاب الديني السلفي أو الجهادي أو سموه ما شئتم إذا لم تكن الغاية منه تحرير المجتمع وإطلاق دينامياته الإبداعية وإشراك قطاعات واسعة من السكان المهمشين من النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية في صوغ بنى جديدة للاجتماع والسياسة والدولة. وعلى عكس ما يعتقد بعض العرب، نقد الخطاب الديني لا يعني استبداله بآخر قمعي من صنف مشابه. آلة النقد متى اشتغلت تسير نحو الديمقراطية والتعدد وليس نحو استبداد باستبداد. بالعودة إلى موضوع مثقفين العرب، لم يكن اضطهاد المثقفين واغتيالهم ظاهرة موقوفة على العرب لا قديما ولا حديثا. هناك قائمة طويلة من الكتاب والمفكرين والعلماء والفنانين نعرفهم جميعا سقطوا صرعى في مواجهات مختلفة مع السلطات. لكن يخيل لي أن في ظاهرة تأديب المثقف العربي في الزمن الحالي خاصية ملفتة، وهي تنكب القوى الأهلية المتطلعة إلى تعميم سلطاتها الأخلاقية والاجتماعية والسياسية مهمة الاقتصاص من المثقف الذي يخرج من صف الولاء ويكسر عصا الطاعة. هذه القوة غير المنتمية إلى أجهزة الدولة، لكنها تتواطأ معها وتشكل جزء من منظومتها القيمية والأخلاقية.
لا يعني ما تقدم إصدار حكم بإعدام المثقف العربي المؤيد للسلطات، فهذه الأخيرة بصفتها جهازا إيديولوجيا في حاجة إلى مثقف وظيفي يبرر لها ويشرح للجمهور أفعالها بغض النظر عن درجة عقلانيتها أو مدى خدمتها لمصالح الفئات الأعرض من السكان. بيد أن هذه المصالحة بين المثقف والسلطة تقضي على دور الأول كشاهد وكمبشر وتلحقه بصف المؤولين والشارحين لعظمة السلطة وحكمتها وضرورتها. في أخير، حملت الثورات العربية بارقة أمل بتغيير كل الواقع العربي ومنه واقع المثقفين، لكن الإخفاق كان مآل هذه المحاولة الكبيرة والحزينة للحاق بالعصر. لكن إذا أراد الإنصاف لابد من الاعتراف بعدد من الإيجابيات التي خلفتها الثورات، منها أنها نقلت النقاش العام إلى مستويات مختلفة عن تلك التي كانت سائدة، ومنها أيضا أنها أخرجت كل مكنونات المجتمعات العربية إلى العلن. وإن كان الوقت ما زال مبكرا لإعلان البدء في علاج آفاتنا، إلا أننا على الأقل بتنا على معرفة أفضل بها. وشكرا. شكرا للأستاذ حسام عيتاني آخر المتحدثين. تحدث في هذه الجلسة كما تابعتم متحدثون 5 من مصر ولبنان، والآن أفتح باب الأسئلة. يعني أنا مش الوقت لا يسمح بتعليقات طويلة، إنما إذا كان في استفسارات موجزة نرحب بها. الأستاذ أحمد سيد أحمد اتفضل. أنا بشكر المنصة على هذه الكلمات الجميلة، وأنا بس عايز قضية أو سؤال: هل نحن فعلا بصدد أو بشأن إعادة هيكلة للمثقف العربي والثقافة العربية أم إعادة ترميم؟ لأن هناك 3 معارك أو 3 مساحات كبرى حصل فيها فشل للثقافة وطبع المثقف العربي. الساحة الأولى ساحة المعركة بين التطرف وبين التنوير. نتيجة المشهد العربي الآن انتصر التشدد على التنوير. المعركة الأخرى الديمقراطية في مقابل الاستبداد. أيضا فشل المثقف في الثقافة العربية في غلبة الديمقراطية على الاستبداد. حتى المعركة في فكرة الوحدة العربية والمعركة الكبرى والقضية أيضا الآن حالة تشرذم وتفادت عربي. وبالتالي هل المشكلة أو القضية هل المثقف العربي محتاج إلى إعادة هيكلة، يعني الأزمة هل هي أزمة سلطوية ترتبط بالسلطة أم إلى المثقف العربي والمشكلات التي منها أنه أسير لإيديولوجيات معينة، أنه أسير لتصورات معينة، أيضا العلاقة وإشكالية العلاقة مع السلطة ومحاولة حتى يعني الخيارين، خيار إما التصادم أو خيار الانفتاح كامل السلطة. هناك خيارات، يعني فكرة هل نحن بحاجة لأفكار جديدة حتى يمكن للمثقف العربي أن يستعيد دوره المعروف والمثالي في التعامل مع المشهد العربي الحالي؟ شكرا. يعني وكأنك تريد أن تحمل المثقف العربي كل هموم الأمة، لا بأس، بس هي القضية إن في مثقف عام وفي مثقف ملتزم. هنا تسأل الملتزم أكثر، لكن المثقف العربي العام يعني قد لا يكون شريك في كل هذه المآسي وهذه الصورة، لكن هو واقع نراه جميعا ونشعر به. هل من سؤال آخر؟ سعيد كفران، الروائي المعروف وكاتب القصة المرموق، ايه رايك؟ مش كده؟ حقك عليك. سعيد كفران. صوت بتأمل الواقع ما نقدرش على الإطلاق ندين بشكل مطلق الثقافة العربية. أنا واحد في السوق الثقافي وأعلم ما تنتجه هذه الثقافة المصرية دي بتنتج في السنة 100 رواية، فيهم على الأقل 20 رواية جيدة، وشعر وأفكار ومواقف سياسية ونحت لرؤى بتكتشف المستقبل. ومع ذلك هذه الثقافة ليس لها أي تأثير على الناس. في وقت كان طه حسين يديله بأقل الجهد، ما كانش بينقد نقد أدبي أو عمل مجلة الكاتب المصري أو بيكتب كتب، كان بيحرث الأرض أمام تيارات الثقافة
الحقيقية عشان يعمل نهضة. وظلت هذه الثقافة الليبرالية تدعي ثورة يوليا إنها كانت في الستينات كذا وكذا، والمسرح والرواية والسينما، حتى 67 كانت مصر تعيش بالثقافة الليبرالية وبكتابها اللي كانوا عايشين في ذلك الوقت. إيه الموضوع؟ ليه الثقافة بعيدة عن الفعل؟ ليه الثقافة العربية بعيدة عن التأثير؟ ليه العدو اللدود لسلطة الحكم؟ ليه الثقافة كل من يدير هذه البلدان ضدها وتهمشها واستبعادها، وبالتالي هي غير فاعلة؟ أم هي لن تكون فاعلة إلا في ظل دولة مدنية بكل شروطها من تعدد أحزاب وديمقراطية وسيادة قانون ودستور، وبالتالي في ظل الأنظمة القائمة لن يكون للثقافة المصرية تأثير ولا تواصل، لا مع الناس ولا مع الدولة ولا مع صناعة مشروع ثقافي. أنت طرحت السؤال وأجبت عليه. يعني أنا سعيد بهذه المداخلة، لأنه بالتأكيد السلعة الثقافية بتنتج في كل البلاد العربية وفي مصر ولبنان على الأخص، ولكن المستهلك لا يتأثر مثلما تأثر في عصر طه حسين وعباس العقاد وغيره. ولكنك أجبت أن فكرة الدولة القمعية، غياب المناخ الليبرالي، رفض خيارات الآخر، محاولة استحداث صورة نمطية لكل شيء تبقى على ما هي عليه، كل هذه الأمور كما تفضلت أنت هي إجابة عن هذا السؤال بالتأكيد. أستاذنا الدكتور جابر عصفور معالي الوزير، اتفضل. يعني ده وزير للثقافة مرتين. أنا الحقيقة شديد الإعجاب بكلمة طرحها عادل السيد، فكرة مركزية اللغة. على فكرة لو بصينا لأدوات الثقافة هنلاقي أغلبيتها مركزة في اللغة. لو لقينا حتى لو بصينا لفكرة مقاومة المثقف هنلاقيها مقاومة باللغة. لو بصينا حتى لكل المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هنلاقيها معتمدة على اللغة. طب فين الفن التشكيلي؟ أنا أظن إن احنا ينبغي إن احنا نبحث ليه مركزية اللغة عملت عملية قمع لأدوات أخرى من أدوات التواصل، وإنه لو أداة أخرى من أدوات التواصل شمت نفسها بتقمع فورا. خد بالك، مش بس المعنى الحضاري، المعنى الديني. انت عندك داعش عنده عداء جدا للتماثيل والصور وما يقع في دائرته فبيدمرها مع الموسيقى، ودي مش لغة، الموسيقى لغة. فعندك كمان المثقف الأردني الشهير ناهض حتى، ومات ليه؟ لأنه عمل شير على رسم لداعش بيدعو إلهه إلى أن يزيد له المتعة، فأغديل الرجل فورا. يعني كأنه الدور الذي يمكن أن يؤديه الرسم أو النحت أو حتى الموسيقى دور مقموع في ثقافة تعتمد بالدرجة الأولى على مركزية اللغة. أنا سعيد جدا بهذه الفكرة، وأرجو منك انك تعمل لها إلابوريشن فعلا. دي فكره في غايه العمق والاهميه. وشكرا لك. دكتور جابر كان المسؤول عن الثقافه المصريه لربع قرن كامل، فنان تشكيلي. شكرا. أعطي الكلمه الان لصاحب السكيلتون اللي احنا بنشتغل عليه كلنا، الاستاذ دكتور نبيل عبد الفتاح. اتفضل. المختلفة التي نستطردها أو نتمثلها في تعريفنا للمثقف، وهي ترتكز
المصرية والعربية منذ نهاية القرن التاسع عشر مرورا بالمرحلة الشبه الليبرالية. لا زالت النماذج البارزة للمثقفين المصريين أو العرب في هذه المرحلة هي التي نستخدمها عندما نستحضر كلمة مثقف ودلالاتها وأدوارها. لكن هذه الأدوار قد تغيرت إلى تحت تأثير الفكر الجرامشي، تحت الفكر الماركسي واليساروي بشكل عام، إلى مثقف حركة التحرر الوطني الذي أعطيت له مهام شبه نبوية في العمل السياسي والعمل الاجتماعي وإنتاج الثقافة إلى آخره، في حين أن وظيفة المثقف الأساسية هو إنتاج المعرفة، سواء كانت معرفة كتابية أو معرفة بصرية أو معرفة جمالية. فالأمر ليس قصرا فقط على اللغة. صحيح أن اللغة هي العالم، أنك لا تستطيع أن تدرك العالم وتشكلاته إلا من خلال اللغة. ليس مثيرا أن إذا تابعنا الأساليب اللغوية المختلفة للكتابة سوف نجد أن هناك بعض من الجمود، هناك في ذات الوقت قدر من التحرك إلى لغة مغايرة. ذكرت جيل التسعينيات في التشكيل، لكن جيل التسعينيات في مصر في قصيدة الندى في السرد الروائي لغته مختلفة تماما. هو الجيل الذي أعقبه، إذا أخذنا طبعا بأن الجيل 10 سنوات ده زائد في الكتابات المصرية والعربية، ولكنه ليس دقيق من الناحية العلمية. فأعتقد أنه الآن نحن أمام مرحلة من السيولة تدفع إلى نمط جديد من المثقفين في هذا العالم الرقمي الذي يعيد تشكيل حتى الثقافة من الكتابي إلى الرقمي. شكرا شكرا. هل من متحدث آخر؟ تفضل دكتور صلاح. دكتور صلاح سالم أحد المفكرين الكبار والشباب والذين يقف وراءهم رئيس التحرير بكل الدعم والحماس. تفضل. بشكر الأكرام على تنظيم. أرحب بكل الأصدقاء المعنيين لكم أهلا وسهلا. أنا بس لحظة بسيطة قصيرة. قال الدكتور توفيق قال المثقف الأوروبي لم يكن إنه كان على علاقة ضدية بالطبقة البرجوازية الأوروبية، وبعدين خفف من المصطلح في رأي آخر إنه لم يكن على كل الوقت أو بالضرورة على خلاف مع هذه الطبقات. الحقيقة أنا أذهب عكس المثقف الأوروبي والتنويري وتجربة الحداثة كلها قايمة على عناق بين المثقف وبين الطبقة البرجوازية. أنا لم يكن متخيلا أن يكون هناك تجربة التنوير بكل رموزها وكل أعلامها من غير الصعود الرأسمالي ومن غير بدون ميلاد الطبقة البرجوازية، لأنه المثقف التقليدي اللي هو كان مصاحب للإقطاع هو الرجل الدين والتقليدي والمتكلم والفقيه وهذا رجل السلطان ورجل هذا العالم. لم يكن متصور طول تجربة الحدث بكل مصر ولا التنوير الأوروبي بكل تعبيراته وكل تجسداته من دون ميلاد هذه الطبقة. هو رجل أو حليفة وصديقة وتعبر عن نوع ما يقربش بمفهوم عن الكتلة التاريخية. وانتقل هنا الملاحظة اللي قالها الدكتور سعيد وهي الأستاذ سعيد الأفراوي وهي ملاحظة مهمة إنه العطب الحقيقي الموجود في مجتمعاتنا العربية إن إحنا لا يولد لدينا هذه الطبقة البرجوازية، بمعنى إنه الإقطاع القديم الذي كان أو السلطة الرعوية اللي كانت موجودة تحتل موقع المركز في المجتمع العربي حلت محلها الدولة التسلطية الحديثة اللي هي تحولت ولدت دولة السلطة الرعوية في الحقيقة وبتدير العلاقة بين المثقف وبين المجتمع. هذه الدولة في كل استبدادها كل طمعها منعت وغياب الوسيط أو العضل الاجتماعي اللي هو بيفصل الدم المجتمعي أو الدم الواعي عن عضل الدولة المصرية أو الدولة العربية غير الكتلة التاريخية، وخلى دايما الحاكم أو كل استبداده هو الموزع وهو ميزان القسطاس الموزع بيسحب بيجهز المسرح لصعود المثقف أو غياب المثقف. لا توجد استهلاك، المجتمع يستهلك الثقافة العربية بشكل حقيقي
الدولة تستطيع أن تقمع أي مشروع، أن تتجاهل أي مثقف، أن تقمع أي مثقف، أن تدلل أي مثقف يلعب دور الفقيه التقليدي المروج له. فغياب هذه الطبقة البرجوازية هو ما يوضح حقيقة المثقف صحيح. الآن الدولة المصرية في واحدة من المفارقات الكبرى، في وقت كان رئيس الدولة المصرية بيدعو إلى تجديد الفكر الديني من قلب الأزهر الشريف، وعندما قام باحث اسمه سلام بحيري كنتم تعرفون قصته، وقام وصدق الرئيس وقام بمحاولة ولو أولية لممارسة هذا التجديد أو إعمال العقل، حتى لو افترضنا أن خطابه كان ساعتها على نحو ما هو الآن مسؤول وقضى فترة سجن بالفعل، والدولة المصرية ترفض أن يخرج من السجن. الدولة تتلاعب بالمثقف لأنه مفيش طبقة تحمي المثقف ومفيش جمهور يتداول الثقافة ويحمي المثقف ويعمل وياخد الدولة. شكرا. بس شوف، لابد من ايضاح هنا، دعا رئيس الدولة إلى تجديد الخطاب الديني، الدولة تدعو، إنما الذي حبس إسلام هو المجتمع بتخلفه وعدم قدرته على استيعاب التطورات التي تدور حوله. هو المناخ العام الخانق الذي أدى إلى هذا، ما كانش قرار سلطوي، لا ده قرار قضاء، والقضاء جزء من المجتمع. الدولة ترحب بذلك، لا تستطيع أن تتدخل في القضاء. مش عايزين نفتح في الموضوعات دي بقى، لأن أنا برضو دكتور محمود اتفضل، عايز تقول حاجة؟ بس البلاغة في الإيجاز. تمام. أيوه. نقطتين بس، واحد تعقيب على يعني المثقفين الأوروبيين مش كانوا كلهم على دين واحد زي ما بيقولوا. يعني واحد زي فولتير راح، صحيح كان مقطوع في فرنسا، ولكن راح انجلترا وكان في احسن احواله، وهو يعتبر الشخص الذي استورد الافكار الانجليزيه الى فرنسا. كانت كان يعني محبذا جدا ل اسمه ايه فريدريك الثاني، كان يعتبروا انه هو الذي اشعل عمليه التحديث، عمليه التنوير في بروسيا في ذلك الوقت. ففيه يعني تنويعات. ثم في عصر قبل عصر التنوير، عصر النهضه، معظم الذين ساهموا في عصر النهضه الاوروبي هم كانوا تحت غطاء الدوله. فلان كان موسيقي عظيم ببلاط الملك الفلاني الى اخره. فيعني موضوع المثقفين وعلاقتهم يعني السلطه في بعض الاحيان تكون متنوره. السلطه في بعض الاحيان تكون متنوره، مش دائما. الاخ صلاح بيتكلم عن ظاهره تاريخيه عامه. لا فاهم. في انا لا ارد عليه، انا اتفق معاه، بس يعني فوتنوت. ده موضوع شائك وعاوز يعني بحث طويل لن ادخل فيه. النقطة الثانية أقصر، وهي أنه بنتحدث عن المثقف وبنتحدث عن آرائه وإلى آخره. ولكن في عندنا موضوع خطير وهو المعلومات، الخبر أو المعلومة مش أكيدة، يعني اللي بنعرفها. مثلا نحن هنا في هذا اللقاء يعني كذا واحد ذكر انه هناك الهوة بين الطبقة الوسطى والطبقة الغنية تتسع، وهذا هو يعني الانطباع العام. اليوم بالذات بالاهرام في وزير سابق، انا ما اعرفش اسمه عثمان او حاجه زي كده، كاتب مقال بالعكس انه لا مش مظبوط هذا الكلام، وانه لا اللي هو تضييق. هنا نحن في موضوع يعني مش فكري، هنا انا عاوز معلومه، هل تضييق ام تتسع؟ من يقرر؟ من يعطيني المعلومات؟ تتسع عندنا وتضيق عنده، مفيش مشكله. شكرا يا دكتور محمود. هل من متحدث اخر؟ لان الوقت داهمنا ولا بد من رفع الجلسه لاستئناف الجلسه الثالثه. اسمحوا لي اشكركم واشكر المتحدثين الخمس واشكر تعاونكم معنا، وما كانش فيه اي مظاهر الاستبداد في اداره الجلسه. مساء الخير، نرحب بكم جميعا في هذه الجلسة
الثالثة لهذا الملتقى الهام جدا، والذي يعد في رأيي ورأي الكثيرين نقطة فارقة في ليس فقط العلاقات المصرية اللبنانية، وإنما في العلاقات العربية بشكل عام، والتي طالما كانت علاقات مصر ولبنان في القلب منها وفي الصدارة منها أيضا. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، لأنه سيعقب هذا الملتقى الذي حقق نجاحا حتى الآن ونحن لم نختتم بعد، وإنما الاهتمام الذي لاحظته من الكثيرين وترقب عقد هذا اللقاء يشير إلى أن هناك مناخا في مصر للاستمرار في هذا التحاور والتناقش حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية المشتركة على مستوى الوطن العربي. وفي هذا الصدد أنتهز هذه الفرصة لأعلن أن الأهرام قرر برئاسة رئيس تحريره الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الهادي علام أن ينشئ خلال الأسابيع القليلة القادمة صالون ثقافي مستمر يعقد مرة كل شهر تندرج تحته مثل هذه الفاعليات بشكل دوري ودائم، يجمع كل من يهتمون بهذه القضايا الفكرية والثقافية المشتركة سواء في مصر أو في سائر الأقطار العربية. باسمكم كواحد من المهتمين بهذا المجال أحيي رئاسة تحرير الأهرام على هذا المشروع الذي سنبدأه بإذن الله ابتداء من الشهر القادم شهر نوفمبر، وسيكون على رأسه أستاذنا الكبير الدكتور جابر عصفور، فتحية للأهرام على ذلك. وقد كان هذا الملتقى دليلا على أن هذا المشروع مشروع بالفعل نحتاجه وسيكون له التأثير الكبير الذي كان لهذا الملتقى. أنتقل الآن إلى موضوع هذه الجلسة، وهو المثقف والدولة في إقليم مضطرب. الحقيقة أن كلمة مضطرب هذه لم تكن من الكلمات الدالة على الواقع المعيش مثلما هي الآن في هذه الفترة التي نعيشها. نحن في بلد نجتمع فيه لنتحدث عن التلاقي الثقافي بين مصر ولبنان، وعلى حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية وعلى مشارف الوطن من كل جانب الاقتتال والفوضى وكل ما لا نرضاه لوطننا العربي. الاقتتال الذي لم يعد ما بين الشعب المحتل والأجنبي الذي يحتله، وإنما أصبح بين الشعب والشعب. لم يعد بين دولة وأخرى حتى في إطار الوطن العربي، وإنما داخل الدولة الواحدة. لم يعد بين صاحب الديانة وصاحب الديانة الأخرى، وإنما أصبح بين أتباع الديانة الواحدة
كل هذا يجعل كلمة المضطرب هذه ربما كانت وصفا مخففا لما نراه من حولنا. ومن هنا تبرز أهمية الدور الثقافي، أهمية الفكر، وأهمية المثقفين. تنتشر في أجهزة الإعلام دائما مقولة أن المثقفين انعزلوا عن المجتمع، أن الثقافة لم تقم بدورها. وقد سمعت أيضا في هذه القاعة أنه بعد ثورة 25 يناير تراجع المثقفين وتراجعت الثقافة وتركوا الساحة للنشطاء السياسيين وللدعاة الدينيين وغير ذلك. وأنا في الحقيقة أختلف مع هذا وأقول أن 25 يناير لم تكن